بيقول لنا في السؤال تنزلق كرة ساكنة سرعتها، طالما قال لي ساكنة يبقى سرعتها بكام؟ صفر. تنزلق من ارتفاع كام باين قدامك على الرسمة؟ 7.5 متر حتى وصلت إلى نقطة معينة على المستوى. هذه النقطة أو الموضع ده كان على ارتفاع اتش عن سطح الأرض. هو عاوز الارتفاع ده علما بإيه؟ يلا حد يختار السؤال. سرعتها عند الموضع ده اهو اللي هو سماه بي 5 متر على الثانية، يبقى السرعة هنا ب 5 متر على الثانية. صح؟ عايز الارتفاع عند الموضع بي. مين يقول لي؟ هو مش المفروض هنا حصل ان طاقة الوضع اللي كانت الجسم بيمتلكها اتحولت لطاقة حركة وهو نازل؟ اتعود. اي سؤال في الجزئية اللي زي دي يا جماعة بنعمل ايه؟ بناخد نقطتين ونطبق عندها قانون. يعني ايه؟ هقول لك ان عند الموضع A مجموع طاقة الوضع والحركة بيساوي مجموع طاقة الوضع والحركة عند B. يعني مثلا هقول لك ان طاقة الوضع زائد طاقة الحركة عند A بيساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة عند B. يبقى السؤال اللي زي ده يا جماعة احنا هنعتمد على ايه؟ قانون اسمه قانون بقاء الطاقة الميكانيكية. هيجيب مجموع طاقة الوضع والحركة عند ايه؟ لازم هيساوي مجموع طاقة الوضع والحركة عند B. مين يقول لي؟ عند ايه؟ الجسم كان ساكن ولا لا؟ يبقى الطاقة اللي الجسم بيمتلكها طاقة وضع بس، فطاقة الحركة بكام؟ هنعوض عنها. بص كده هقول ازاي ده اهو، ازاي ده اهو؟ نعوض عن الكي بصفر. طب طاقة الوضع قانونها ايه عند النقطة ايه؟ طاقة الوضع عموما ام جي اتش. ام جي اتش، بس انهي اتش؟ اتش ايه ولا اتش بي؟ اتش ايه. اتش بي مجهول. يلا كل ده بيساوي مين يقول لي لما نوصل للموضع بي طاقة الوضع قانونها ايه؟ طاقة الوضع هنا مش بصفر، ده في ارتفاع. يبقى هقول ام جي اتش، بس الاتش عند النقطة بي. انا عايز حد يقول لي عند الموضع بي يا جماعة في طاقة حركة ولا مفيش؟ في طاقة حركة. افك القانون بتاعها يبقى نص ام في سكوير بس، ونعوض على طول بقى تعويض مباشر. نقدر نجيب دلوقتي الاتش بي عادي خالص. طيب ازاي؟ اعمل زوم بعد اذنك يا ياسر. الام يا جماعه بكام؟ اقول لكم على حاجه، هو مديني الكتله؟ مش مديني. عارف ليه؟ عشان الام تختصر مع الام، هتختصر مع الام يتبقى جي اتش. الجي بكام؟ الجي ب 10 صح؟ طب والاتش ايه؟ 7.5 متر، وده بيساوي الجي بكام؟ 10. الاتش بي اللي انا زائد نص الفي سكوير اللي هي السرعه عند النقطه بي صح؟ السرعه عند النقطه بي مديها لي في السؤال 5، يبقى نص في 65. اعتقد سهل اجيب دلوقتي الاتش بي. طبعا اقول المقدار ده 75، ده 75 ها اهو، ناقص اودي النص 5 تربيع ب 12 ونص، وده بيساوي 10 اتش بي. نعرف بقى نجيب الاتش بي، نطرح دول ونقسم على 10 يطلع الناتج يطلع 6.25 متر. يا جماعه المثال ده من اهم واخطر الامثله على قانون بقاء الطاقه الميكانيكيه. باخد نقطتين واطبق القانون عندها.